السلام عليكم، مرحبا بكم في يوميات داري. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكون الاحوال ديالكم ان شاء الله جيده. اليوم بغيت نشارك معكم هاد كيكه او المقلوبه بالتفاح والكراميل اللي كتجي رائعه في المنظر ديالها وكتجي جد سهله في التحضير. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا حتى لاخر فيديو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 3 البيضات، عندي كأس الا ربع سكر سنيده، عندي نصف كأس من الزيت، عندي كأس مملوء من الدقيق الابيض، عندي نصف كأس من السكر، معلقه صغيره من القشور الحامض، عندي قبيصه الملح وكيس من خميره الحلوى، وعندي 2 تفاحات. ندوزو دابا للطريقه. اول حاجه غنبدا بها كناخذ واحد الكاسرونه اللي غنوضع فيها كاس الا ربع ديال سكر سنيده، كنديرها فوق نار مهيله حتى كنحصل على كراميل. كتشوفوا السكر هنا بقى كيذوب، كنخليه على نار مهيله حتى كيولي لنا كراميل بدون تحريك. هنايا من بعد ما وضعنا الكراميل فوق النار غندوزو نحضروا الطبقه الثانيه اللي هي الكيك. في واحد الاناء كنوضع 3 البيضات بحراره الغرفه، وكنزيد عليها معلقه صغيره ديال قشور الحامض. تقدروا تعوضوه بالفانيلا بغيتو، انا فضلت ندير قشور الحامض نسم بهم صافي. وكنزيد عليهم نص كأس ديال سكر سنيده ومن طبيعه الحال قبيصه ديال الملحه. صافي من بعد كنخلط بالخلاط الكهربائي الخليط ديال البيض والسكر اللي درت حتى كيتضاعف الحجم ديالو ويولي اللون ديالو بيض. كما كتشوفوا الكيك ديالنا ولا اللون ديالو بيض. كناخذ نص كأس ديال الزيت بالتحريك المستمر، كنبقى نزيد شويه الزيت بشويه بشويه، وانا كنحرك حتى نسالي الكميه ديال الزيت اللي عندي. من بعد كنزيد الخليط ديالنا كيس من خميره الحلوى، وكنضيف الدقيق شويه بشويه. دينا كاس ديال الدقيق. كناخذ واحد السباتولا اللي كنبقى نحرك بها الكيك ديالنا من الفوق لتحت، نحاولوا ما نطربوش بسرعه باش ما يخرجش لينا الهواء اللي عندنا في الكيك. كما كتشوفوا كنحرك من الفوق لتحت بحركه دائريه. كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي خفيفه. هنايا خديت هذا المول ديال الزجاج، تقدروا تستعملوا اي مول كتوفروا عليه. صافي من بعد ما وجد ليا الكراميل كما كيبان لكم كنخوي بهذه الطريقه هذه على سطح المول ديالنا، وكنحاول نوزعه بسرعه لان الكراميل دغيا كيجمد. كنحاول نوزع بسرعه. في هذه الاثناء قشرت التفاح وقطعته الى شرائح، وكنحاول نستفو فوق الكراميل كما كيبان لكم.
انا غادي ندير على الشكل ورده. تقدروا تستفوا او تزينوا التفاح ديالكم باي طريقه بغيتوا. صافي كما كتشوفوا غادي نستف الشرائح وحده حدا وحده حتى نكمل الدوره الاولى. من بعد ما درت الدوره الاولى كما كيبان لكم استفت الشرائح، كنكمل الدوره الثانيه على هذه الطريقه هذه. المهم التزيين ديال التفاح كيبقى حسب الاختيار. الكيك ديالنا من بعد ما خلطته جيدا كنحصل على هذا القوام هذا خفيف. هنايا كأس ديال الدقيق، بقى ليا منه تقريبا معلقه على حسب البيض الا كان كبير ولا صغير. المهم الا كان البيض كبير غتقدروا تزيدوا الكأس كامل. انا هنا اكتفيت غير بهذا القوام هذا. صافي كناخذ المول ديالي اللي زينته بالكراميل والتفاح وكنخوي الكيك كما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه. هنا كناخذ واحد الطاجين اللي كنخوي فيه القليل من الماء، ما كنكثرش، غير شويه باش ما يتحرقش لينا الكراميل ديال الكيك. كنوضع في وسط منه المول ديال الكيكه والطاوه ديالنا، كندخلها للفران لمده 30 دقيقه. الكيكه ديالنا من بعد ما طابت الكيك كيجي بحال الجينواز، صراحه كيجي رائع. انا هنايا تحمر ليا شويه من الجنب. صافي كندوز واحد الموس على المول ديالنا باش حيت نجيو نقلبوها كيهبط لينا بسرعه ما يخسرش لينا الشكل. صافي كناخذ واحد الطبسيل ديال او طبق التقديم وكنقلب فيه الكيك. صافي من بعد ما قلبتها كنحاول نحيد المول او كنديمو ليها كما كيبان لكم كيتحيد بسرعه. والكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، الصراحه كتجي المذاق ديالها رائع وكتوجد بسرعه. وتقدروا تزينوها بشويه ديال اللوز فيلي من الفوق، انا خليتها غير هكا. صافي الكيكه ديالنا من بعد ما خليتها حتى بردات كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى انكم تجربوها لان فعلا كتجي رائعه، كتجي العجينه ديالها رطبه بحال الجينواز وكتوجد بسرعه، واكيد غتوجديها للضيوف ديالك كتجي راقيه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. انا حاولت انني نقطع لكم مرسو منها واخا الصراحه ما بانش في الكاميرا مزيان. المهم الصراحه اش نقول لكم كتجي رائعه، نتمنى انكم تجربوها. سمحوا لي انايا كنت كنبين لكم ما بانش مزيان.
ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك باش توصلوا ان شاء الله ديما بجديد. نخليكم على خير حتى الفيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.